صح المربين والمتصدرين لتربية الشباب السلفي أينما كانوا أن يربوا شبابهم على هذه الروح الطيبة البعيدة عن التعصب والتكتل. والله الذي احنا إلى الآن وإلى الحين في المدينة ما تجد طلاب فلان كلهم شيء واحد. في مكة كذلك، في الجنوب كذلك، ما تجد هذا. لكن هذا الظاهرة موجودة في الرياض وموجودة يمكن في أماكن أخرى. هذه الظاهرة يجب القضاء عليها. السلفيون رجال شيوخا وطلابا كلهم إخوة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا الذي يريده الله لنا. إذا أخطأ شيخك وانتقده شيخ آخر والحق مع هذا الشيخ الآخر، كن مع هذا الآخر وانصح شيخك، انصح، لا تتعصب، لا يجوز لك أن تتعصب له. إن تعصبت له يشبه شيخ الإسلام هذا يتسمى هذه الصفات بالتتار، تعصبات جاهلية هذه. الإسلام والمنهج السلفي بريء منها، ونحن على هذا نربي ونبرأ إلى الله من تربية تخالف هذه التربية التي ارتضاها الله لنا وشرعها لنا. لو أخطأ ابن باز وابن تيمية ونقده أحد بحق فلا تغضب، نقده بعلم وحجة يريد وجه الله عز وجل. لا تقول والله هذا يتكلم على ابن باز ولا على ابن تيمية، إذا كان بحق وبأدب واحترام، لأن الهدف ربط الناس بمنهج الله ولا نربطهم بأخطاء البشر كائن من كان.